هذه هي قصة يوجين براون، رجل على وشك الإفراج عنه بعد أن قضى عقوبة السجن 17 عاما. رغم استعادته لحريته، إلا أن يوجين ليس سعيدا للغاية. يشعر بالقلق من العودة إلى مجتمع لم يعد لديه فيه الكثير من الأصدقاء أو العلاقات. يوجين، لم أرك. ادخل. ومع ذلك يشجعه صديق تعرف عليه في السجن على أن يعيش ليس فقط لنفسه، بل من أجل من لن يغادر السجن أبدا. هذا الصديق الذي كان يلعب الشطرنج مع يوجين يهديه قطعة ملك يدوية كتذكار ليبقى يتذكره. لقد صنعت هذه من أجلك. أحب كيف أن قطعة الملك هذه أصبحت أكثر من مجرد تذكار، إنها أشبه ببوصلة في الرحلة الأخلاقية ليوجين ترمز إلى استعادته السيطرة على حياته. بهذه الكلمات في ذهنه يخطو يوجين إلى العالم من جديد، مصمما على إعادة بناء حياته وتجنب أخطاء الماضي. يسأله صديقه إن كان سيعود إلى حياة الشارع، لكن يوجين وقد تغير الآن يقول إن كل ما يريده فرصة للعمل واستعادة حياته. وأولى خطواته هي البحث عن عمل شريف، لكن كونه مدانا سابقا لا أحد يرغب في توظيفه. في الواقع أنا صديق جمال، جيت بخصوص وظيفة. صحيح. كان لهذا وقع شديد. أردت أن تشعروا كجمهور بذلك الألم الخفي للعقاب غير المرئي، ذلك النوع الذي يلاحق الناس طويلا بعد أن يغادروا جدران السجن. وبعد عودته إلى المنزل وهو يشعر بالهزيمة، ينظر إلى قطعة الملك تذكيره بأن يواصل المضي قدما. وفوق كل ذلك يأمل يوجين أن يعيد التواصل مع ابنته كاترينا ويصلح علاقتهما المتوترة، لكن لقاءهما كان مليئا بالغضب وخيبة الأمل. تريدين كعادتك شوكولاتة إضافية؟ لا أستطيع، عندي حصة دراسية. تخبره كاترينا بمرارة أن ابنه ماركو محتجز في مركز الأحداث بسبب بيعه للمخدرات، والتي تسميها مسحوق السحر. هذه الأخبار تسحق يوجين بالذنب والحزن. لقد كان في مركز الأحداث منذ ما يقارب السنة الآن. هو علي حقا أن أذهب الآن. انتظري، تريني أرجوك. لي حقا أن أذهب يوجين. هذا التشابه مقصود. خطايا الأب تتردد أصداؤها الآن عبر الابن. شعور يوجين بالذنب هنا ليس شخصيا فقط، بل هو شعور متوارث عبر الأجيال. في تلك الليلة يزور يوجين حانة قديمة ويلتقي بصديق قديم، يتبادلان الابتسامات ويجلسان ليتحدثا. يوجين الذي لا يزال يبحث عن عمل يسأل عن وظيفة متاحة، يعرض عليه صديقه استخدام سيارة في مرآبه ويعده بالتوصية لوظيفة صيانة في مدرسة مود ألتون الثانوية. ممتنا يشكره يوجين ويسأل أيضا عن بيري شريكه السابق في الجريمة. يكتشف أنه بعد اعتقال يوجين صعد بيري للسلطة وأصبح يسيطر على العمليات غير القانونية في المنطقة. بعد أن دخلت أصبح الرجل هنا حقا تورط في أمور كبيرة. في اليوم التالي لشعوره باليأس يكذب يوجين بمقابلة ويخفي سجله الإجرامي. تنجح الخطة. يعمل كعامل نظافة بمدرسة ثانوية. في وقت لاحق من ذلك اليوم يظهر بيري يبدو متحمسا لرؤية يوجين ويعرض عليه المساعدة أو المال أو أي شيء يحتاجه. حسنا، وظيفة، امرأة. على عكس بيري يبقى يوجين باردا وغير مهتم، رغم أن بيري يدعي أنه أصبح الرجل المسيطر هنا الآن ويمكنه أن يمنح يوجين أي شيء، إلا أن يوجين يوضح أنه لن يعود إلى تلك الحياة. أنت تنظر إلى أسطورة حية، واحد من آخر الجنود الحقيقيين. كان هذا نقطة تحول بالنسبة لي. كتابة تماسك يوجين هنا كان أشبه بالسماح لرجل بأن يستعيد كرامته أخيرا من قبضة ماضيه. في اليوم التالي في المدرسة كانت معلمة تراقب صف الاحتجاز، كانت تعمل على مكتبها، لكن الطلاب كانوا صاخبين متعجرفين وغير محترمين. جرائمي، زوجتي صفراء، هي سوداء ومختلطة مع لبنانية. عندما رأت أحدهم يحمل شيئا يبدو كأنه مخدرات أمسكت به وطلبت معرفة ما الذي يجري. كليفتون أكثر الطلاب إثارة للمشاكل، قال إن الآخرين هم أفضل زبائنه وسخر منها. يحاول ترهيبها عندما تهدده بإرساله إلى المدير، وبينما هي محرجة ومهزومة غادرت الفصل إلى الأبد. عندما كتبت هذا المشهد لم أكن أريد أن أحول الطلاب إلى كاريكاتير. هم ليسوا أشرارا، هم مجرد أعراض لنظام مهمل. بعد ذلك بوقت قصير دخل المدير وراء الفوضى. لم يكن الجو يوحي بأنه صف حقيقي. الطلاب صاخبون ويفعلون أشياء غير قانونية. قالت لهم أن يبقوا في أماكنهم حتى يصل المدرس البديل. وفي طريق خروجها رأت المديرة يوجين وهو ينظف الممر. ترددت في البداية، ثم قررت أن تطلب منه مراقبة الصف. السيد براون، هل تقدم لي خدمة سريعة؟
لن يستغرق دقيقة. وبعد فترة وجيزة تم تعيين يوجين رسميا للإشراف على صف الاحتجاز. حذرت الطلاب من أنه سيتم رفع تقرير عنهم إذا أساءوا التصرف، وبمجرد أن غادرت عاد الصف إلى الفوضى. تابع. الفم. في البداية بقي يوجين صامتا، لكن عندما حاول كليفتون تخويفه ظل يوجين ثابتا، وسرعان ما كسب احترام الصف بتمسكه بموقفه. اسمعوا، لن أكرر كلامي مرة أخرى. اجلس يا بني حالا. وإلا ماذا؟ هل أنت رجل قوي أم ماذا؟ الحمد لله. عندما عادت المديرة أعجبت بكيفية تعامل يوجين مع الصف، وعرضت عليه منصبا دائما كمشرف على صف الاحتجاز. وافق يوجين بسعادة، ومع مرور الوقت لاحظ يوجين أن الطلاب يفتقرون إلى التوجيه. قرر أن يعلمهم الشطرنج، معتقدا أن ذلك يمكن أن يعلمهم الصبر والتخطيط واتخاذ القرار. في البداية سخر الطلاب وخاصة كليفتون من الفكرة. أنت ممل يا رجل، ما ألعب أي ألعاب معك. ما اسمك يا بني؟ تحدى بينات أحد الطلاب يوجين في لعبة ورق. اقترح يوجين صفقة: إذا فاز بينات يمكن للطلاب أن يفعلوا ما يشاءون في صف الاحتجاز، أما إذا فاز يوجين فعليهم أن يتعلموا الشطرنج. وافق بينات لكنه خسر، وهكذا بدأت رحلتهم مع الشطرنج، وإن كان ذلك على مضض. هذا ملك مثلا، هذا هو حياتك. غلطة واحدة ويمكن أن تسلب منك. في ذلك اليوم بعد المدرسة نرى كليفتون وصديقه تاهيمي في سيارة. يحمل كليفتون مسدسا من أحد أبناء عمومته، ويحاول إقناع تاهيمي بالانضمام إليه في عملية سطو قد تغير حياتهما. يشعر تاهيمي بالخوف وعدم الارتياح، خاصة بسبب تصرفات كليفتون. يخبره كليفتون ألا يتصرف وكأن لديه خيارات. هو بلا خيارات، يهرب من حياته الصعبة. تاهيمي متأمل وواضح أنه يفكر أعمق مما يتوقع كليفتون. وعلى الرغم من شك كليفتون في الشطرنج، يجد يوجين طريقة للتواصل معه. يقارن يوجين الشطرنج بحياة كليفتون، موضحا أن كونه بيدقا في لعبة المخدرات لصالح ملك مثل بيري يجعله يمكن الاستغناء عنه. يحثه يوجين على ألا يضيع حياته من أجل شخص لن يفعل الشيء نفسه من أجله. تظن أنك هناك تقوم بأعمال الملك، لكن كل ما تفعله في الحقيقة هو التضحية بنفسك. كان هذا التشبيه محوريا. كنت أريد من كليفتون والمشاهدين أن يدركوا أن كونك جزءا لا يعني أنك لاعب، فقد تكون أداة للآخرين. لا يزال كليفتون لا يؤمن بالتغيير ويرفض الانضمام. يخبره يوجين: إذا كنت تريد حياة الشارع فاذهب وعيشها، وإن أردت التغيير فالشطرنج هو المكان الذي تبدأ منه. يمشي كليفتون مبتعدا، لكن الرسالة تصل إلى بقية الطلاب. يقررون أن يمنحوا الشطرنج فرصة. يا رجل بينات، هذه ليست الحركة الصحيحة. خلال مباراة يقوم بينات بحركة سيئة. يعلق تاهيمي أنه كان عليه اللعب بشكل مختلف. يلاحظ يوجين ويسأله إن كان يريد اللعب، لكن تاهيمي يتجاهله قائلا إن الشطرنج لعبة سخيفة، وينضم إلى كليفتون. بعد الحصة يعودون معا إلى المنزل. يطلب بينات توصيلة، لكن الاثنين الآخرين يفضلان المشي أن يركبا سيارة يوجين. ينتهي الأمر بيوجين يقود بينات إلى المنزل، حيث يريه مكان إقامة تاهيمي. يرى يوجين والدة تاهيمي مدمنة غير قادرة على رعاية ابنها، فيشعر بحزن أكبر على الأطفال في هذا الحي. لاحقا يزور يوجين ابنه ماركو في مركز احتجاز الأحداث، لكن ماركو يكون باردا وغاضبا للغاية. يصرخ ماركو مناديا الحراس، رافضا السماح لوالده بالعودة إلى حياته. حارس؟ لا ماركو انتظر. لا ماركو انتظر. لا انتظر. محطما يعود يوجين إلى حياته الهادئة والوحيدة. خلال الأيام التالية يصب كل طاقته في تدريب الطلاب استعدادا لبطولة الشطرنج القادمة. يشعر العديد من الطلاب بعدم الاستعداد، لكن يوجين يحثهم على المخاطرة واكتشاف قدراتهم الحقيقية. يظهر تاهيمي بشكل خاص موهبة فطرية في الشطرنج، ومع ذلك لا يزال متورطا في أنشطة غير قانونية مع كليفتون، ويبدو غير مستعد لتبني اللعبة أو دروسها بشكل كامل. لاحقا نرى كليفتون في منزل بيري وهو يسلمه أرباح الأسبوع، ومع ذلك لم تكن الغنيمة كبيرة، لذا سأله بيري عما حدث للكمية. أعلم أنها ليست بقدر المعتاد. أنت محق، ليست كالمعتاد. وعلى الرغم من السخرية والضحك عليه، ذكر كليفتون أن سبب انخفاض المبيعات هو صديق بيري يوجين الذي كان يعيق الصفقات داخل الفصل الدراسي والمبادرة العامة للمبيعات. وعندما سمع ذلك بدأ بيري يفكر في القيام بشيء مشبوه قد يجعل يوجين يفشل في جهوده، مما سيضطره في النهاية للعودة للأعمال غير القانونية ويصبح تابعا له مجددا.
بعد ذلك نرى الطلاب في الاحتجاز وهم يحاولون تعلم لعبة الشطرنج، ومع ذلك يزداد إحباط يوجين بينما يشاهد عدة حركات غير محفزة يقوم بها بينات، وبسبب الإحباط ينفجر غاضبا. لكن تاهيمي التي سئمت من التذمر تتقدم لتحل محل بينات وتتنافس مع خصم ذو خبرة. هل تريد أن تبدأ من جديد؟ لقد هزمت بالفعل. بعد قليل تبدأ مباراتهم ويشعر يوجين بالإثارة من جميع حركات تاهيمي، مما يؤكد براعة وذكاء تاهيمي. في النهاية يفوز ويحرج خصمه بتحقيق كش ملك، وعندما ينهض ليغادر يسأل يوجين تاهيمي من أين تعلم ذلك؟ لكن تاهيمي يجيب بلا مبالاة قائلا إنها مجرد لعبة بسيطة. في تلك الليلة أثناء لعب كرة السلة يقترب بينات من تاهيمي الشخص الذي يحبه ويهتم به. يخبر تاهيمي بينات عن خطته مع كليفتون للقيام بأعمال مشبوهة والحصول على الكثير من المال، ويقول إن لديه هو وكليفتون شيئا جيدا ويريد من بينات أن ينضم إليهم. أريدك أن تكون معي في هذا بجدية. يوافق بينات على أمل أن يجد طريقا مختصرا يمكن أن يخفف من عناء الكفاح الطويل لشاب من حي فقير. قريبا وبينما كان يوجين يبذل جهوده لرفع معنويات الطلاب، يتلقى مدير المدرسة بلاغا مجهولا يكشف عن ماضي يوجين الإجرامي وتحديدا تورطه في سرقة بنك. يؤدي هذا الكشف إلى طرد يوجين من المدرسة مما يتركه محطما. وأثناء تأمله في حياته يشبه يوجين نفسه بلعبة الشطرنج، حيث أدى عدم التفكير المسبق إلى خسائر كبيرة. وبينما هو محبط يخبر بينات أن دروس الشطرنج قد ألغيت، مما يترك بينات غاضبا وواضح التأثر. تم إلغاء نادي الشطرنج. ماذا؟ لماذا؟ وماذا عن إيجاد مخرج من الزاوية؟ معتقدا أن بيري هو من تسبب في فقدان وظيفته يواجهه يوجين. يعترف بيري بأنه هو من كشف أمر يوجين، لكنه يحاول التلاعب به من خلال عرض المال عليه كخدمة، مدعيا أن يوجين مدين له بسبب وضعه الحالي. يرفض يوجين الرشوة بحزم، مصمما على البقاء في الطريق الصحيح. وعلى الرغم من هذه الانتكاسة يجد يوجين معنى جديدا وهدفا في حياته، يبحث عن طلابه ويقنع بينات بالاستمرار في لعب الشطرنج مظهرا روح القيادة. يعين يوجين بينات رئيسا لنادي الشطرنج الجديد ويهديه قطعة شطرنج خشبية، وهي تذكار من صديق تعرف عليه أثناء فترة سجنه. أنت رئيس نادي الشطرنج. نادي الشطرنج. معا يجدون منزلا مهجورا ليحولوه إلى نادي شطرنج مجتمعي. رغم أن المبنى في حالة سيئة إلا أن الإيجار المنخفض يجعله هدفا قابلا للتحقيق. يشارك يوجين المشروع مع كاترينا آملا أن يثبت لها التزامه بتغيير حياته للأفضل ودعم الشباب المحتاجين. هناك بعض اللاعبين الصغار الجيدين في تلك المدرسة. منزل الشطرنج حسنا. وبعد وقت قصير يعمل يوجين وبينات وعدد من الطلاب المخلصين بلا كلل لترميم المنزل المتداعي ليحولوه إلى نادي شطرنج فعال. ومع ذلك يواصل كليفتون التأثير السلبي على تاهيمي ويقنعه بالمشاركة في صفقة مخدرات أخرى. خلال الصفقة من المفترض أن يبقى بينات في السيارة، لكنه متردد وخائف من البقاء بمفرده، لذا يعرض كليفتون بشكل غير متوقع على تاهيمي أن يجلس في السيارة بينما يأخذ هذا الصبي الغبي معه. لا يشعر تاهيمي بالارتياح لأن بينات سيذهب معه إلى الصفقة الرئيسية، لذا ينصحه بحذر أن ينتبه لنفسه. ابقى مركزا يا رجل. حسنا. ومع ذلك تخرج الأمور عن السيطرة. تطلق الأعيرة النارية وفي خضم الفوضى يقتل بينات بشكل مأساوي. عندما يندفع تاهيمي ويرى بينات يكافح لالتقاط أنفاسه يجتاحه الرعب والندم لأنه تورط في الأمر. لم تكن وفاة بينات مجرد خسارة، بل كانت تذكرة قاسية بأن النوايا الحسنة وحدها لا تستطيع دائما حماية البراءة من الواقع. ينغمس في الحزن العميق مدركا أن لكل فعل عواقبه، وكليفتون ليس موجودا ليواجه هذه العواقب. الخبر المدمر يحطم تاهيمي، وبعد فترة وجيزة يعلم يوجين بوفاة بينات من تاهيمي ويستدعى إلى المستشفى، حيث ينهار تاهيمي بين ذراعيه. ولزيادة الطين بلة يكتشفان أن نادي الشطرنج الذي أسساه حديثا قد تم تخريبه، على الأرجح كوسيلة ترهيب من عصابة كليفتون. وفي هذه الأثناء يحاول كليفتون جذب تاهيمي مجددا إلى حياة الجريمة. الخسارة المأساوية لصديقه تعزز عزيمة تاهيمي على الابتعاد عن ذلك العالم،
كاترينا ابنة يوجين تقدم لوالدها الراحة خلال هذا الوقت المظلم وتشجعه على عدم التخلي عن نادي الشطرنج أو إلقاء اللوم على نفسه لما حدث لبينات. لأول مرة في حياتي أشعر فعلا بالفخر بك. وبعد فترة وجيزة يحضر تاهيمي ليوجين قطعة الشطرنج التي كان بينات يحملها دائما في إشارة إلى مهمتهم المشتركة وأثر عملهم معا. مستلهما من هذه اللفتة يقوم يوجين والطلاب المتبقون بإصلاح النادي وصنع منشورات ويسعون لجذب أعضاء جدد من المجتمع. هيا اذهب. وفي هذه الأثناء يواصل كليفتون أنشطته غير القانونية ويجني الأرباح من خلال علاقته مع بيري. يواجه تاهيمي صعوبات في حياته المنزلية ويفكر في الانتقام العنيف من صديق والدته. يتدخل يوجين ويشارك قصته عن قضائه 17 عاما في السجن بعد عملية سطو على بنك انتهت بالفشل، مؤكدا أن العنف لا يؤدي إلا إلى تدمير الذات. كما يصبح مدير المدرسة من الداعمين الجدد. وفي وقت لاحق في المطبخ تخبره بفخر أنه واحد من القلائل الذين شهدت في مسيرتها أنهم أحدثوا فرقا حقيقيا. وفي وقت لاحق يلتقي يوجين بابنته وتخبره أن ماركو سيتم الإفراج عنه قريبا. يجب أن أكون موجودا من أجله عندما يخرج وأريه كم تغيرت. يريد أن يكون بجانب ابنه، لكن تريني تقول إن ذلك قد يكون عبئا كبيرا على ماركو لأنه لم يسامحه تماما بعد. وبعد إلحاح يوجين ليكون حاضرا في ذلك اليوم توافق ابنته قائلة: حسنا يمكنك أن تأتي معنا. وبعد ذلك بوقت قصير يزور يوجين قبر بينات ويحث تاهمي على أخذ الشطرنج بجدية والتفكير في المشاركة في بطولة احترافية. ومع ذلك لكي يشارك يحتاج تاهمي إلى إذن والدته، لكنها ترفض وتسخر من أحلامه. أحتاج توقيعك للموافقة على بطولة الشطرنج. بطولة شطرنج؟ ليست لعبة غبية. هل هي وظيفة؟ هل ستحصل على مال؟ مصمما على دخول المسابقة يذهب تاهيمي في يوم الحدث إلى الحمام ويزور توقيع والدته. هو لا يرغب في فعل ذلك، لكن أحيانا هناك أمور يجب القيام بها. في البطولة يتألق تاهيمي ويهزم خصما تلو الآخر. خلال هذا الوقت يقترب مذيع إذاعي محلي من يوجين معبرا عن إعجابه بجهوده مع أطفال الحي ويعرض عليه تغطية إعلامية، لكن يوجين يبقى مركزا على دعم تاهيمي ويضع نجاحه في المقام الأول قبل أي شهرة محتملة. حسنا، أردت فقط أن أتمنى لك حظا سعيدا. عندما يصل تاهيمي إلى النهائيات ويفوز بالفعل على خصومه يكتشف المنظمون التوقيع المزور ويقومون باستبعاده. وبما أن الورقة كان يجب أن يوقعها أحد الوالدين مع تقديم شهادة الميلاد يتم استبعاد تاهيمي رسميا من اللعبة ويصبح الخاسر آلان هو الفائز. أنا آسف، لكن القوانين هي القوانين. آلان هو الفائز. غادر تاهيمي الغرفة وهو يشعر بخيبة أمل. وفي هذه الأثناء يقترح مقدم الراديو احتجاجا عاما ضد القرار واصفا إياه بالجريمة، ويوافق يوجين على الحضور في الاستوديو. أعرض وجهة نظرك، انشر الخبر في المجتمع. ومع ذلك في الاستوديو في اليوم التالي يرفض يوجين معترفا بأنه يجب عليهم تقبل العواقب لعدم التزامهم بالقواعد. البطولة لم تكن سرقة. ماذا قلت؟ لم تكن سرقة. كان من المغري أن نجعل يوجين يقاوم، لكن نموه كان يعني اختيار المبدأ على حساب الشعبية، وهذا هو التغيير الحقيقي. وبينما يشعر بالخيانة يغادر تاهيمي غاضبا. البطولة مجرد نتيجة جانبية. لاحقا يزور يوجين منزل تاهيمي ليواجه والدته التي تطلب منه أن يبتعد عن ابنها. يتوسل يوجين إليها أن تدعم تاهيمي محذرا إياها من أن إهماله سيجعلها تندم في المستقبل. ابنك شخص حقيقي، يجب أن تأتي وتشاهديه وهو يلعب. في نهاية المطاف يسمع يوجين من أطفال آخرين أن كليفتون اعتقل مع مجموعة أحداث. في البداية يقلق يوجين من احتمال أن يكون تاهيمي بينهم، فيبدأ بالبحث عنه في كل مكان يظن أنه قد يجده فيه. ومع ذلك يضيع يومه في التجول بالسيارة دون أن يعثر على تاهيمي في أي مكان. وفي تلك الأثناء كان ذلك اليوم موعد إطلاق سراح ماركو، فلم يستطع الوفاء بوعده لابنته بالحضور. في تلك الليلة عاد إلى المنزل فقط ليستقبل ماركو، لكن الطفلين شعرا بخيبة أمل منه مرة أخرى. ماركو، مرحبا. مرحبا. قريبا يأتي تاهيمي إلى يوجين ويخبره أنه اختار عدم المشاركة مع كليفتون الذي تم اعتقاله الآن، ويشرح أنه طبق ما تعلمه من الشطرنج على حياته وقرر ألا يتخذ خطوة متهورة.
مصمما على متابعة شغفه، يعبر تاهيمي عن رغبته في المنافسة في بطولة شطرنج جديدة، واثقا من قدراته. يخبره يوجين أن اللاعب قد يكون من الصعب هزيمته لأن لديه خبرة ومهارة أكبر. بعض هؤلاء اللاعبين تصنيفهم 1400 وما فوق، لكنها في المنطقة وأريد أن أشارك. حسنا، تعال وساعدني في نقل هذه الصناديق إلى الداخل. ومع ذلك يبقى تاهيمي ثابتا في قراره، ثم يبدأ في التدريب وممارسة حركات مختلفة كلما سنحت له الفرصة. في الواقع يقضي وقتا طويلا في نادي الشطرنج حتى أصبح من السهل العثور عليه هناك. في هذه الأثناء يبدأ كليفتون الذي أصبح في السجن في التأمل في قرارات حياته السيئة. يتصل بيري آملا أن يقدم له بعض الخدمات، لكن بيري لا يهتم حتى بجندي الشطرنج الخاص به. كما قال يوجين، تتجاهل مكالماته ويعيد التفكير في سنواته كبلطجي وهو وحيد. هذا هو العدل الشعري. أخيرا يرى كليفتون أن الولاء في عالم الجريمة مجرد خرافة، حتى البيادق لا يحصلون على وداع. يفاجئ أصدقاء تاهمي صديقهم بهدية عيد ميلاد مدروسة، لقد حصلوا على شهادة ميلاده، مما يمكنه من التسجيل في البطولة القادمة. في هذه الأثناء يواصل يوجين إصلاح علاقته مع أطفاله، وخاصة ماركو، من خلال الاعتذار بصدق عن غيابه السابق عن حياتهم. قبل البطولة يأخذ يوجين تاهيمي ليلتقي بصديقه القديم من السجن، وهو الشخص الذي علمه الشطرنج في الأصل. يشارك المعلم سرا في الاستراتيجية التي يمكن أن تهزم البطل الحالي، لكن تاهيمي يرفض، مصرا على أنه يريد الفوز بجهده الخاص. انظر، أنا أقدر كل هذا، ولكن هذا شيء يجب أن أفعله بنفسي. كل الاحترام. وأخيرا يحين اليوم المنتظر لبطولة الشطرنج. مفعما بالحماس والطاقة العصبية يتقدم تاهيمي الذي أصبح الآن مستعدا تماما ومليئا بالإصرار إلى رقعة الشطرنج، مستعدا لاستعراض مهاراته. يلعب بشكل استثنائي، ويظهر ليس فقط تفكيره الاستراتيجي بل أيضا الدروس التي تعلمها من يوجين، وببطء ولكن بثبات يتقدم خلال الجولات، مدهشا الجميع بموهبته وصلابته. ومع وصوله إلى النهائيات تصبح الأجواء مشحونة بالحماس. يراقب الجمهور عن كثب محتبس الأنفاس بينما يواجه تاهيمي بطل الدولة الحالي، وهو خصم قوي معروف بمهاراته الاستثنائية وخبرته الكبيرة. وعلى الرغم من بذله جهدا بطوليا يخسر تاهيمي المباراة في النهاية. تؤثر عليه الهزيمة بشدة ويجتاحه شعور عارم بخيبة الأمل. يشعر بمزيج من المشاعر، حزن لعدم فوزه، لكن أيضا فخر بما حققه من تقدم. مرحبا. وبينما يبدأ اليأس في التسلل إلى أفكاره يظهر وجه مألوف بين الحضور. والدته تصفق له وحدها واقفة في الزاوية وتمنحه ابتسامة دافئة. وجودها يرفع من معنوياته بشكل كبير، وتخبر من حولها بسعادة أنه ابنها، معبرة عن فخرها بإنجازاته وكل الجهد الذي بذله في البطولة. كان دعمها واعترافها يعنيان العالم كله لتاهيمي، مما أعاد إليه شعوره بقيمته الذاتية ودوافعه. أنا فخورة بك جدا يا عزيزي. كان هذا المشهد يحمل طابع الخلاص. أخيرا نرى أسرة متصدعة تحاول أن تلتئم بهدوء من خلال الحضور وليس الكمال. وعلى الرغم من أنه أنهى البطولة في المركز الثاني وهو إنجاز رائع، إلا أن تاهيمي يعلم أنه قد نال احترام وتقدير أقرانه في المجتمع. هذا الإنجاز لا يتعلق بالكأس فقط، إنه يرمز إلى نموه وإمكاناته. يشاهد يوجين من على الهامش وهو يشعر بفخر هائل تجاه تاهيمي وجميع الطلاب الذين أشرف على تدريبهم. يدرك أن جهودهم قد أثمرت وأن تأثير نادي الشطرنج بدأ يظهر بوضوح. وقبل مغادرتهم بقليل تقترب امرأة من يوجين وتسأله عما إذا كان تاهيمي قد وضع أي خطط للجامعة، وتقول إنها تود أن تساعد إذا لم يكن قد فعل ذلك. يأخذ يوجين بطاقتها بلطف ويشعر بالأمل تجاه مستقبل الفتى. كما يقترب الفائز من تاهيمي ويخبره بأنه لم يشعر بالخوف من الخسارة طوال العام حتى واجه تاهيمي، ويقول له إنه أعظم خصم واجهه في حياته. هذه هي المرة الأولى اللي أشعر فيها بالخوف طوال العام. وبينما يشعر بالامتنان يبتسم تاهيمي صادقا وهو يلتقط صورة مع كأسه ويوجين براون. وبعد فترة وجيزة نرى نادي الشطرنج يبدأ في الازدهار ويجذب المزيد من الأعضاء الشباب المتحمسين لتعلم اللعبة واستكشافها.
رؤية يوجين في استخدام الشطرنج كوسيلة لتعليم مهارات الحياة وتعزيز النمو الشخصي بدأت تتحقق. يبدأ الآباء في ملاحظة التغيرات الإيجابية في أطفالهم، ويتكاتف المجتمع حول النادي داعما رسالته. ومع ازدهار النادي يقرر أبناء يوجين بمن فيهم كاترينا وماركو زيارته، ويشهدون بأنفسهم التغيير الإيجابي الذي طرأ على والدهم والتفاني الذي أظهره في مساعدة الشباب. هذا كما تعلم ظننت أنني سأمر لأراه. وجودهم في النادي يمثل خطوة مهمة نحو شفاء علاقاتهم المتصدعة ومنح يوجين فرصة ثانية كأب. ومع مرور الوقت ينتشر التأثير الإيجابي ليوجين ونادي الشطرنج الخاص به في جميع أنحاء المجتمع. وفي تترات النهاية يكشف أن مبادرة يوجين أدت إلى تأسيس العديد من أندية الشطرنج الجديدة في أحياء مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء 7 مدارس جديدة مكرسة لدعم الشباب المحرومين. تركز هذه المؤسسات ليس فقط على تعليم الشطرنج، بل أيضا على تقديم مهارات حياتية قيمة تمكن الشباب من اتخاذ خيارات إيجابية. وتستمر مهمة يوجين في استخدام الشطرنج كأداة للتنمية الشخصية في التأثير على المجتمع بأسره. الإرث الذي يبنيه من خلال هذه الأندية يلهم عددا لا يحصى من الشباب، ويمنحهم الأمل والتوجيه نحو مستقبل أكثر إشراقا. المرحلة الأخيرة ليست مجرد خاتمة، بل هي تأثير متسلسل. تغيير يوجين لم ينقذه فقط، بل زرع بذرة لمستقبل جديد.